اكتر سؤال بيتسألني الفترة الأخيرة وهو انت ليه دايما بترشح البدر جروب في الفيديوز بتاعتك، او حتى لو حد سألك على مكان بترشح مكان زي البدر جروب؟ طب هل انت بتستفاد منهم؟ هل هم مثلا انت لما بترشحهم بتاخد نسبة من الناس اللي بتشتري، ولا ايه الفكرة؟ فمن غير ما نضيع وقت كتير اعمل لايك واشترك في القناة وجهز لك اي مشروب تشربه كده، الفيديو هيبقى خفيف ورمضان كريم عليك ويلا بينا. لو انت عايز تعرف الإجابة المختصرة فالإجابة المختصرة وهي بسبب خدمة ما بعد البيع عندهم، دي إجابة مختصرة. ولكن لو أنت بقى عايز تعرف الإجابة التفاصيل الكاملة فخلينا اشرح. الحكايه بدات سنه 2023 سنه 2022 حاجه كده، لان انا وساعتها كنت انا عايز اروح اشتري كمبيوتر، وبصراحه ساعتها كانت معرفتي مش كبيره، وكنت بدات اليوتيوب شانل دي، ولكن ما كان كل اللي معايا عباره عن لابتوب بستخدمه في المونتاج. اللابتوب ده كان جايب بروسيسور اي 5 جيل رابع وبروسيسور يو، هنتكلم عن اللابتوب ده على فكره في حلقه كامله. فانا كنت دخلت كده وقلت انا كنت حوشت ساعتها بتاع 4 5000 جنيه وعرفت اظبط الدنيا لغايه لما عرفت اوصل المبلغ لغايه 10000 جنيه، ورحت ساعتها قلت انا هجيب جهاز بالمبلغ ده. فلاقي بوستات على الفيسبوك لاجهزه شكلها من بره حلو جدا، ولكن انا ساعتها كان معرفتي قليله فكنت بنبهر نوعا ما بالشكل، لغايه لما لقيت قريبي بيقول لي يا ابني الاجهزه دي مش حلوه، استنى وانا في اول ما انت تاخد اجازتك وانا اخد اجازتي هننزل ونجيب جهاز. وبالفعل قال لي ب 10000 جنيه احسن حاجه نعملها ان احنا نروح للمستعمل. ولكن قعدنا ندور وقعدت 6 شهور او 4 شهور بدور، ولكن جه بابايا في الاخر وقال لي ولا تزعل نفسك وزود لي المبلغ لغايه 15000 جنيه، وجبت الجهاز ده اللي هو شغال ورايا ده. الكلام ده كان يوم 26/6/2023، وطبعا بمبلغ 15000 جنيه ده كان ساعتها، النهارده ليه مبلغ تاني. وساعتها كان قريبي ده هو اللي مرتب كل حاجه، هو اللي عارف احنا هنجيب ايه، هو اللي عارف احنا هنجيب كل حاجه منين. انا ما عرفتش بالجهاز ده الا ليلتها الساعة 9 بالليل. قال لي يلا بكرة هننزل نجيب الجهاز بمبلغ كذا. قلت له طب ده جديد ولا مستعمل معرفش ايه؟ قال لي لا الجهاز ده كله هيبقى قطع جديدة. وانا بصراحه كنت حاطط شويه شروط، وهي ان لازم البورده عندي يكون فيها 4 مداخل رامات. وفعلا نزلت وجمعت الجهاز ده من البادر جروب ساعتها، ورجعت هنا بقى بدات ان انا اجرب اشتغل. انا شايف اداء انا منبهر. انا الاداء بالنسبه لي كان سلس جدا. طبعا ساعتها كانت الفيديوهات بتتصور 1080 بي مش 2K او 4K، اغلب الفيديوهات طبعا دلوقتي بتتصور 4K عشان كده بفكر ابجريد، ما عدا الفيديو ده مش عارف ليه صورته 2K. وبصراحه ساعتها كان الجهاز مقضي معايا الشغل جدا في شغل 1080، ولكن كان في بعض التهنيجات اللي بتحصل لما انا بضغط عليه جامد. يعني انا لو استخدمت بقى افتر افكت وقعدت اعمل روتو سكوبنج وقص نفسي والكلام ده ساعتها كان لازم الجهاز يهنج، وبصراحه كان ساعتها الجهاز ب 15000 جنيه لازم يهنج. لغايه لما بعد 3 شهور وانا قاعد شغال لقيت الجهاز من جوه بقى معفن قوي. انا واحد بيكره لما البي سي بتاعه يبقى مطرب، الحوار ده بيعصبني جدا. فرحت بقى وفكيت الازاز كده ونضفته بقماشه مايكرو فايبر، ونضفت كده وفكيت الرامات برضو ونضفتها وروقت الجهاز يعني من غير بقى ما افك ريسيبي ولا حاجه، انا يا دوبك فكيت الرامه وركبتها تاني. وساعتها كانت نوعا ما خبرتي بدات تكتر اكتر، او خبرتي في فك الرامات كانت معروفه، لان الرامات بصراحه من اسهل الحاجات اللي في التركيب. يمكن نوعا ما كانش عندي خبره كبيره في التركيب ساعتها، ولكن يعني انا كنت انا واثق ان انا مركب الحاجه صح. وبعد ما خلصت جيت اشغل الاقي الجهاز مش عايز يشتغل. والبورده اللي كانت معايا ساعتها كانت الام اس اي البي 450 برو في دي اتش ماكس، كان فيها لمبات الايزي ديبج. ابص الاقي اللمبه انا مش فاكر كانت واقفه على ايه للدقه، يعني كانت واقفه يا على المعالج يا على الرامات، ولكن في الحالتين كانت المشكله في الرامه. فسبت الجهاز شويه وطنشت بقى، يعني كنت بعمل كام حاجه بعدها اتسحلت يعني. لغايه لما بعدها رحت كده قلت طب ما تيجي نجرب نشغله تاني يا مايكل. رحت شغله، ايه ده اشتغل. ابص على الرمات الاقي الرمات المقريه 8 من 16. ايه قلت بقول لك ايه، انا لا قادر احل ولا اعمل حاجه. قمت واخد الجهاز وهوب على وسط البلد يلا يا باشا. رحت هناك مش فاكر كان مين فني الصيانه اللي موجود ساعتها، ولكن كان شخص متعاون يعني فك الرامه ونضفها وفهمني الفكره وخلاص اشتغلت. ولكن بعدها بفتره حصلت نفس المشكله تاني، والمشكله بتتكرر بشكل كبير، وكل مره كان يرش الرامه باكاي وخلاص. لغايه لما في مره انا قلت له لا احنا كده ما بنحلش المشكله، احنا كده بناخد مسكن مش بنديها دواء. لغايه لما قال لي طب انا لو كده هيحصل انا محتاجك تسيب لي الجهاز. وكان وانا بساعتها صراحه كنت بدات نوعا ما ان انا عندي حاجات بعملها وفي حاجات ما ينفعش تتاخر، فقلت له انا للاسف مش هعرف اسيب لك الجهاز. هي صراحه ساعتها قال لي انا ممكن ابدل لك الرامات بس هتدفع فرق، كانت هتبقى برامات نوع تاني وار جي بي وكل حاجه. ولكن انا بصراحه ساعتها كنت الفلوس دي اصلا اللي واخدها معايا بتاع الكيبورد، وانا في نفس الوقت انا كنت متضايق. قلت له خلاص هدفعهم، بس انا كنت متضايق. ولما لقى كده قال لي خلاص انت بدل متضايق استنى شويه لغايه لما حد من المسؤولين يجي. وجي. وفعلا استنينا شويه لغايه لما باشمهندس احمد اللي هو مدير الفرع بتاع البادر جروب ده جه. وفعلا
جه وبدل لي الرامات من الرامات القديمه للرامات اللي راكبه ورايا في الجهاز ده. وهنا بقى بصراحه كانت المشكله ان الجهاز بيجيب شاشه سودا وبيقف الايزي ديباج على المعالج. ولو انت بتسالني ايه علاقه المعالج بالرامات، فلو الايزي ديباج ممكن يوقف على المعالج ده معناه ان المعالج ممكن يكون مش عارف يوصل للرام. هنشرح القصه دي في فيديو تاني. ولكن بعدها بحبه برضو الجهاز رجع يعمل المشاكل دي تاني. فبصراحه رحت لهم تاني، ولما كان بيجيب شاشات سودا وشاشات زرقاء وما بيفتحش، قلت خلاص انا تعبت. قمت واخد الجهاز هيلا بيلا ورايح للبدر جروب في الدور العاشر قسم الصيانه. وهنا اتعرفت على واحد من احلى والناس اللي بجد من اعلى الناس اللي في مجال الهاردوير، وهو باشمهندس مصطفى فرغلي اللي موجود في البدر جروب مسؤول الصيانه هناك. وفي نفس اليوم ده قابلت احمد عارف اللي هو جينكس. لو بتتابعوني كنتوا من زمان شويه كنتوا هتلاقوني منزل على اكونت الانستجرام قديم ستوري مع حاول اسيبها لكم هنا. وخلاص. ولكن جينكس قال لي جرب خليه يشوف البروسيسور بتاعك. وفعلا رحت وقلت له شوف لي البروسيسور وكده، وقال لي ماشي مفيش مشكله. وشاف البروسيسور وقال لي خلاص سيب لي الجهاز انا، وغالبا المشكله في البروسيسور. فسبته له بعدها بيومين ثلاثه ولا بيوم حاجه كده يعني. قال لي تعالى يا مايكل انا غيرت لك البروسيسور. وفعلا رحت وتشيكيت البروسيسور ولقيته غيره. ولكن بصراحه لا حياه لمن تنادي، المشكله كانت بتحصل برضه بعد ما غيرت البروسيسور، لدرجه ان هو الراجل نفسه هناك يأس من الحوار. هو يعني ما بقاش فاهم ايه اللي بيحصل. ولكن ساعتها قال لي سيب لي الجهاز لان انا محتاج اعمل عليه تيست جامده. وقلت له مفيش مشكله وسبته له. ويوم اتنين تلاته وفي النص كان كلمني قال لي هات الكراتين وكده. المهم ان احنا عرفنا المشكله لا من المعالج ولا من الرامات. احنا كنا شاكين في البورده والرامات، والمعالج ما فيش شك. وقعدت سايبه له حبه لغايه لما عرفنا المشكله منين. قعد هو يدور كتير لغايه لما عرف ان المشكله كانت في البورده. فقام كلمني قال لي بقول لك ايه، هات لي كرتونه البورده ويلا بينا هنودي البورده الضمان. وديت البورده الضمان والكلام ده. وهو مع فكره الحاجه دي بحبها في البيت جروب ان هم اللي بيودوا الحاجه، انا ماليش دعوه، مش بتعامل معاهم اصلا، مش بتعامل يعني مع الوكيل. ودى البورده، الدنيا تمام شغاله وخلاص. قلت له في النص حاول تشوف لي اي بورده، لان كان عندي ساعتها بروجكت محتاج اسلمه، بروجكت مونتاج لحد كنت محتاج اسلمه. حاول تشوف لي اي بورده ان شاء الله احقر بورده عندك اشتغل بيها. قال لي هحاول. لغايه لما في النص كلمني قال لي بقول لك ايه، انا عرفت اوفر لك بورده A320 اسوس جيمنج اكس. قلت له حلو جدا، اجي لك انت؟ قال لي تعالى في اي وقت اهي. رحت لقيته مركب القطع جوه الجهاز وعامل ابديت البايوس وكل حاجه. رجعت اشتغلت وخلصت البروجكتس. وبعدها قام كلمني قال لي يا مايكل البورده خلصت، ولكن كان في خبر سيء ان البورده اتبدلت ما ادانيش فلوسها. واحنا بصراحه ساعتها كان نوعا ما عندنا جزء من الشك ناحيه البورده، لان لقينا بعض الناس بتتكلم ان البورده دي ساعات بتعمل مشاكل مع البروسيسور ده. والمشكله دي اتحلت على فكره خلاص. فقال لي طيب انا ما عنديش اي حل اقدر اعمله لك الا ان انا ابدل لك البورده دي بورده اعلى شويه. انا بصراحه كان في بورده من اسوس رخيصه نوعا ما وعايز اجيبها، اللي هي الاسوس البي 450 برايم اي اكس غالبا. ولكن قال لي انا البورده مش عندي، والبورده الوحيده اللي كانت عنده احسن من البي 450 اللي كانت معايا كانت البورده اللي ورايا دي البي 450 الاورس اليت الفي 2. ولكن كان في فرق بتاع 2000 جنيه او 1500 جنيه ساعتها. ولكن نوعا ما حصلت مشكله وانا مش حابب اتكلم عنها، بس حصلت زي خناقه بين ناس من اللي كانوا معايا وناس من وشخص جوه البادل جروب. شخص نوعا ما اتكلم معايا باسلوب مش كويس وتطاول عليه. مش حابب اجيب سيره الحوار ده دلوقتي. ولكن ساعتها جه يعني بالصدفه او جه واحد من اجمل الناس برضو، وهو باشمهندس محمد البدر اللي هو صاحب البدر جروب، وحل الدنيا وقال لي خلاص انا مش دافعك ال 2000 جنيه، انا دافعك 1000 جنيه. وبدل لي البورده وكمان ادانا تيشرتين هديه. هما التيشرتين موجودين عندي، بس بصراحه الجو ساقع وهما تيشرتين نص كم. وعلى فكره اللي حضر اخر ايفنت كان معمول في البادر جروب اللي كان مع ذاد هاك كان هياخد التيشيرتات دي. وبصراحه ساعتها من ساعتها كان الجهاز شغال حلو جدا لغايه لما يجي يوم، يعني انا بسميه يوم النحس. ليه بقى؟ لان انا اليوم ده خلاص خلصت شغلي وداخل انام. وانا طبيعتي يعني الناس اللي عارفاني هتبقى عارفه ان الجهاز ده عندي في الغالب ما بيطفيش. حتى الناس بتقول لي انت دايما اونلاين ليه. الجهاز على فكره بيبقى شغال وانا نايم عادي. فيجي بالليل شويه كهرباء عاليين هوبا دخلوا حرقوا دوائر الطاقه اللي في البورده. طيب حلو. وانا ساعتها كان ما بقدرش اتحرك كتير. فبصينا وقعدنا بقى، وباشمهندس مصطفى كلمته وقعد يقول لي طب جرب فك وشيل الشحنه والكلام ده. لغايه لما ما وصلناش لحاجه فعرفنا ان غالبا المشكله من البورده. رحت اديت لهم البورده. بعدها بكام يوم لقيتهم جم غيروا لي البورده دي وقالوا لي خلاص يا باشا خد بوردتك وجهازك خلص وربنا يستر. اخر مشكله برضو حصلت في البورده دي من فتره، ان كانت الار جي بي اللي في البورده واقف على اللون الازرق، وفي نفس الوقت المراوح دي لو انا وصلتها اي ار جي بي خلاص ما بتنورش. يعني ممكن اوريكم اللي كان حاصل بالظبط. كان ده بيبقى الشكل، يعني البورده منوره ازرق لايف قوي واضعف من كده كمان، والمراوح اللي قدام دي فاصله. فرحت واكتشفت ان في الغالب مره وانا بفك او حاجه خدشت مكثف في البورده، فمكثف باظ. فالمهم ان هو راح غير لي المكثف ده، وكان بمبلغ عبيط جدا يعني. وبس دي كده كانت التجربه الكامله. وده السبب انا ليه دايما برشحهم، وليه دايما بقول لو حد عايز يشتري حاجه يشتري منهم، او انا لما بشتري حاجه بشتري منهم. الفكره ان اغلب الحاجات الهاردوير اللي عندي في المكان ده شاريها منهم.
المايك ده مش شاريه منهم، الجهاز ده شاريه منهم. بس يعني ده كل الحاجات اللي انا يمكن اشتريتها اخر فتره وشاريها كنت منهم. الماوس والسماعه بتوعي كنت لسه شاريهم من امريكا بصراحه. واجهزه اصدقائي كلهم انا مجمعها من عندهم. فدي الفكره. وعلى فكره الفيديو ده مش اعلان ليهم ولا حاجه، هم مش عارفين الفيديو ده هيتعمل اصلا. وبس كده. يعني دي كانت القصه كلها، انا بس حبيت اتكلم فيها عشان الحوار نوعا ما الناس بقت بتسالني عليه. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناه. سلام.